في زيارة هي الأولى من نوعها، أعلن القنصل الأمريكي في البصرة ستيف ووكر خلال زيارته لجرحى الحشد الشعبي في مستشفى الصدر التعليمي أن حكومة بلاده تشيد بما قدمه الحشد الشعبي من مساهمة مع قوات الجيش العراقي وباقي القوات الأمنية في تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، مؤكدا دعم بلاده للعراق في حربه ضد الإرهاب. تفاصيل أكثر مع سعد قصي. الولايات المتحدة تكسر حاجز الجمود في علاقتها الرسمية مع الحشد الشعبي وتخطو باتجاهه. هذا ما كشفت عنه زيارة القنصل الأمريكي بجنوب العراق لجرحى الحشد الراقدين في مستشفى الصدر التعليمي بمدينة البصرة، حاملا لهم رسالة من إدارة بلاده باللغة العربية وبما لا يقبل التأويل، تشيد فيها بتضحيات مقاتلي الحشد في الحرب ضد تنظيم داعش. الولايات المتحدة تعترف بالمساهمة المهمة التي يقدمها الحشد الشعبي تحت قيادة رئيس الوزراء، وأغلب الحشد الشعبي جاء من الجنوب، ولهذا أود أن أبعث تعزي لكل أهل البصرة والجنوب الذين فقدوا أحبائهم أو أصدقائهم في الحرب ضد داعش. وضمن الحسابات السياسية تعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤول أمريكي رفيع المستوى لمقاتلي الحشد الشعبي منذ الإعلان عن تشكيله في عام 2014 كقوة عسكرية أخذت على عاتقها التصدي لزحف تنظيم داعش نحو المحافظات العراقية بعد اجتياح التنظيم لمدينة الموصل. لما يعرفون الحشد ماكو، اهلا لها ماكو، وتبت جدارته، ما يجون يزورون الحشد هنا. زيارة كلش رائعة، يعني زيد معنوية المقاتل. زيارة معنوية الحمد لله والشكر، لا بأس به. وقد حاول القنصل بزيارته أن يقترب من مقاتلي الحشد الشعبي من خلال حديثه باللغة العربية. الشعب الأمريكي والشعب العراقي فخور جدا جدا، بالإضافة إلى المسبحة التي كان يحملها بيده كونها من الأشياء التي يعتز بحملها العراقيين. في المنظور السياسي فإن زيارة القنصل الأمريكي في جنوب العراق لجرحى الحشد الشعبي يحمل أكثر من دلالة، ربما موجهة لحلفاء الولايات المتحدة من الدول العربية التي تتهم دائما الحشد بالطائفية. قراءات متعددة لهذه الزيارة. هذه الزيارة جاءت بعد المناورات العسكرية التي شاركت فيها عدد من الدول العربية والإسلامية، أي بمعنى أن الولايات المتحدة تبحث عن توازن إقليمي. إضافة إلى هذا فكرة أن يعني الحشد الشعبي موالي إلى إيران، أيضا هذه الزيارة جاءت لتفند هذه الفكرة تماما. أما الرسالة المهمة التي أفاد بها القنصل الأمريكي قبل مغادرته مبنى المستشفى أن بلاده لا تضع أي فيتو على مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل من داعش، وإن الأمر متروك للحكومة العراقية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.